مساء الخير. لو عايزين تعملوا كباب مشوي على الفحم بجد احلى من اللي بناكله من بره 100 مره، وبتتبيله سهله جدا جدا. مش هتصدقوا ان الكباب معمول بالتتبيله البسيطه دي. اتفرجوا عليا وتابعوا معايا الفيديو لحد الاخر، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد دايما. شايفين انا ما كنتش عارفه اقطعه عشان كان سخن. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده معايا نص كيلو من اللحمه القطعيه فليتو، وممكن ريب اي وممكن انتركوت. 3 قطعيات ينفعوا. متقطعه كده شرايح، والشريحه مقطعاها على 2. بعد كده بصلايه مبشوره وطماطمايه مبشوره. هبتدي اصفيهم واخد الميه بتاعتهم بس اهو. شايفين بالشكل ده. هضيف بقى ملح 7 بهارات وجوز الطيب وفلفل اسود وربع معلقه صغيره قرفه ومعلقه صغيره خل. هي دي التتبيله بس. ممكن كمان التوابل نضيف ملح وفلفل بس. هننزل بقى بقطع اللحمه كده اهو بالشكل ده، وكمان معايا قطعه كده من الدهون. هقول لكم هنعمل بيها ايه في الاخر. قلبتها كده مع التتبيله وهغطيها واسيبها في التلاجة من 3 ساعات لليله كامله، يعني اقل حاجه 3 ساعات. تمام، هتكون ان شاء الله بقت زي الفل. بعد كده طلعتها بقى من التلاجة، وهنزل عليها بمعلقتين كبار كده من الزيت، لان قطعة الفيليتو ما فيهاش دهون كتير زي ما انتم شايفين، وكمان عشان يديني لمعة كده وتبقى زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. معايا بقى الشبكة بتاعة الشوي، هدهنها كده بالزيت، وهبتدي ارص قطع اللحمة عندي، فيليتو او ريب اي او انتركوت. ال3 قطعيات دول ينفعوا للشوي لو لحم بقري، لكن لو لحم ضاني اي قطعية ان شاء الله تنفع في الشوي وبنفس التتبيلة دي. قطعة الدهن بقى اللي كانت معايا قطعتها كده مكعبات، وحطيت قطعة فوق كل قطعة لحمة علشان تنزلي عليها دهون وتخلي طعم اللحمة حلو قوي قوي قوي. قفلتها كده اهوت، ومولعين بقى هنا شوية الفحم بالشكل ده كده اهو على الهادي خالص. وحطينا اللحمة كل دقيقتين 3 اقلبها على الوش تاني، كل دقيقتين 3 اقلبها على الوش التاني علشان ما تتحرقش مننا وما تستويش. لا، كل دقيقتين 3 نقلب فيها بنفس الشكل ده كده. وقدمناها بقى مع الطحينة وكمان سلطة، وان شاء الله لو جربتوها تعجبكم بجد. تتبيلة روعة وسهلة جدا، والطعم حرفيا ولا غلطة، ومش بتشد. يعني قطعة اللحمة دايبة وبتقطم كده معانا، مش بتشد نهائي. ان شاء الله لو جربتوها تعجبكم.